اللي قلت لكم عادي التاويل توجهوش يعني. غيتصدموا من هاد الهضره اللي قلتي. هي محاوله انتحار. وي كانت هي تعلى الا بغيت نتزوج بشي بنت، صافي قررتي ما تتزوجش وتكبل حياتك بوحدك. دابا حاليا ما نقدرش الا من هنا لقدام طرات شي معجزه اولا. اكيد اي واحد غيكون شاف الفيديو ديال عادل التاويل اللي حطه في القناه ديالو يوتيوب، اللي كان عباره عن حفل الزفاف ديالو مع بنت مغربيه. عادل التاويل اللي حاول ينتحر سنه 2020 الى الشهره عالميا وخاصه عربيا ومغربيا سنه 2024. اول حاجه، شكون هو عادل التاويل ومن هي الزوجه ديالو المغربيه وما سبب محاولة الانتحار ديالو سنة 2020؟ هادشي اللي غنشوفوه في هذا الفيديو، مجموعة من التساؤلات. المهم خلوا واحد لايك واشتركوا في القناة باش نديروا ان شاء الله المزيد. عادل التاويل شاب مغربي ولد ونشأ في مدينة الدار البيضاء، خاصة في حي المسيرة. عادل التاويل اللي اشتغل في مجموعة من الحرف، خاصة وانه اشتغل خياط، اشتغل نجار، مؤخرا اشتغل انفوغرافي. عادل التاويل اللي تشهر وتعرف في المغرب خاصة بعد المشاركة ديالو في مسابقة السديم اللي كانت كتنظم في الأردن لصانعي المحتوى، حيث أنه فاز كأفضل صانع محتوى في العالم العربي، وكذلك فاز بمبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم. عادل التاويل بعد هذه المشاركة ديالو والفوز ديالو بهذه المسابقة تشهر عربيا وكذلك مغربيا. هذه الشهرة ديالو في المغرب وكذلك عربيا أدت به إلى محاولة الانتحار سنة 2020، لكن بعد ما شخصه الطبيب قال بأنه عنده مرض نفسي اللي هو ثنائي القطب، اللي مازال كيعاني منه عادل التاويل، اللي قال في واحد البرامج بأنه مازال كيعاني بهذا مرض ثنائي القطب، إلا أنه مازال كيتعايش معاه. عادل التاويل اللي عنده في القناة اليوتيوب حوالي 2 مليون مشترك، اللي شهر كذلك في اليوتيوب ببرامج مثل اعتبرني خوك وموسيقى الزنقة وبرنامج اشطاري. عادل التاويل اللي تعرف في المغرب باحترافية ديالو المونتاج، حيث انه الفيديوهات ديالو اغلبية كيغلب عليهم طابع الاحترافي. عادل التاويل اللي تشهر وتعرف عربيا ومغربيا في مسابقة سديم، أصبح أحد الحكام في هذه المسابقة، اللي كان الحفل الزواج ديالو نهار 2 مارس 2024 بشابة مغربية اسمها رفيدة، اللي كان في واحد الحفل أسطوري بمدينة الدار البيضاء، اللي شهد حضور مجموعة من المشاهير ومجموعة من صانعي المحتوى وكذلك أصدقاء ديال عادل التاويل مثل صابر الشاوني، رضا الوهابي اللي كنعرفوا الصداقة اللي كتجمع بالرضا الوهابي وعادل التاويل، لأنهم شاركوا بجوج في مسابقة السديم للموسم الثالث، وكذلك زبير هلال، فؤاد قنانة، طه إسو. وأخيرا وليس أخيرا، شنو الرأي ديالكم في المحتوى ديال عادل التاويل؟ وهنا كيسالي اخوتي الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركوا في القناه باش نديروا ان شاء الله المزيد، وكتبوا لنا في التعاليق الراي ديالكم واي موضوع بغيتنا نتحدثوا عليه في هاد الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله في اليوتيوب.